بالطبيعي اي فريق في العالم يستنى فتره التوقف عشان اللعيبه المصابين يرجعوا، الا نادي الهلال احنا نسجل اصابات في فتره التوقف. ما شاء الله تبارك الله، يعني اصابات ما عندنا الان ظهير يمين، يعني اوتنباكتي مصاب ولا جامي يشوف المده ما شاء الله ترى 5 6 اسابيع، وهذا من 6 8 اسابيع، فالوضع كارثي والله. خطط الشتويه والبدلاء او اللعيبه المحليين او ايا كان اللي تبي تجيبهم الشتويه، اذا ما بدات من الان المفاوضات وتخلص معهم في الشتويه، انت وضعك انسوا اي حاجه، انسوا اي حاجه يا جماعه الخير والله. اما بالنسبه لنونز، والله يا جماعه الخير انا ما ادري هو هل الرجال نصب علينا، او هل احنا من جد من كثر ما الجهاز الطبي عندنا سيء، الرجال هذا ضحك علينا وعدى. هذا الرجال كيف اجتاز الفحص الطبي؟ بتقول لي يا اخي الاصابه جديده، اقول لك والله الاصابه ما هي جديده ومن زمان، واكثر من خبر اتكلم على ان الاصابه هذه من زمان اصلا، من ايام ليفربول، من يوم ما جاء من ليفربول هو اصلا يعاني من هذه الاصابه. والان في اخبار تتكلم، انا ماني متاكد من الكلام هذا وما في اي شيء رسمي، ولكن في مصادر قويه تكلمت ان اللاعب يحتاج عمليه تنظيف ركبه، واللاعب رافض عشان يشارك في كاس العالم. ان كان الامر هذا صحيح فهذه الكوارث. احنا دافعين 60 مليون يورو اللاعب، احنا جالسين نجهزه عشان يروح كاس العالم ويرجع، والاصابه هذه ممكن ترجع له عادي ترى في وقت كاس العالم، لما يروح كاس العالم احنا نجهزه لكاس العالم ممكن هو ينعطب عادي ويلا، واحنا دافعين 60 مليون يورو. والله تكلمنا ان اللاعب هذا حتى لو قدم مستوى معانا كويس، ولكن ايش فائده اني اجيب لاعب قدم معي 5 مباريات بشكل ممتاز وبعدها مصاب طول الموسم؟ ما هو منطق والله يا جماعه الخير. الجهاز الطبي عندنا جدا سيء جدا سيء.